عزيزي المشاهد، اهلا بيك في حلقة جديدة من الخلاصة. عمليا دي هتكون اول حلقة بتتصور في شهر رمضان الكريم، فكل عام وانتم الى الله اقرب. طوال الشهر الفضيل ان شاء الله الحلقات هتنزل قبل الافطار بساعة او باكتر، لان بعد الافطار ده وقت تستغله في قراءة القرآن واقامة صلاة التراويح والدعاء. صلاة التراويح اللي ليها فضل كبير جدا عند ربنا، وما تنساش من دعائك اخواتنا في فلسطين وبالاخص الاسرى في سجون الاحتلال. اذكرهم ولو بدعاء في السجود، لان السجود هو اقرب ما يكون العبد من ربه. وقبل ما نبدا خلينا نشوف سبونسر حلقة النهارده. وحلقة النهارده برعاية موقع وينز اوف، موقع تقدر تشتري من عليه لايسنس لكتير من السوفت ويرز المختلفه سواء كانت للويندوز او للماك، وتقدر كمان تشتري من عليه ويندوز 11 مايكروسوفت اوفيس الجديد بخصم كويس جدا. كل اللي عليك تعمله ان اول حاجه تخش على لينك من اللينكات اللي تحت في الديسكربشن، تعمل اكونت خاص بيك على الموقع عشان تقدر ترجع لمشترياتك في اي وقت. بعد الاكونت ترجع من تاني للحاجه اللي انت محتاجها، وليكن مثلا ويندوز 11 برو، وهتضيفه في الكارت بتاعتك وتستخدم الكود ده MF52 لو انت هتشتري ويندوز. انما لو انت عاوز تشتري اوفيس حتى لو بنسخه 2024 هتكتب MF62. MF اختصار لمصطفى الفقي مش اي حاجه تانية، ويبقى خدت خصم فوري بقيمه نص السعر على اي حاجه من دول، وفي دقايق قليله وبخطوات بسيطه جدا بقى معاك نسخه اصليه تنسيك الكراك ومشاكل الكراك. في سنه 1949 جت شركه سوني اليابانيه واطلقت جهازها الجديد الترفيهي البلاي ستيشن 1، وكان اول كونسول يتباع منه اكتر من 100 مليون قطعه. تعدي السنين ونوصل لسنه 2000 عشان يكون ميعادنا مع جهاز جديد من سوني البلاي ستيشن 2. البلاي ستيشن 2 تفوق في النجاح على البلاي ستيشن 1 وباع اكتر من 160 مليون قطعه، واللي بيعتبر حتى الان البيست سيلينج كونسول اوف اول تايم. في 2006 تم اطلاق البلاي ستيشن 3 بعدد نسخ اكتر بعد كده. الاول بدانا بالبي اس 3 فات، اول نسخه تم اطلاقها في 2006، وبعدها بثلاث سنين في 2009 نزل البلاي ستيشن 3 سليم، ونزل في 2012 اخر نسخه البلاي ستيشن 3 سوبر سليم. البلاي ستيشن 3 من اول الاجهزه اللي كان بيدعم ميزه البلاي ستيشن نتورك. الفتره الزمنيه بين كل جيل والتاني زي ما انت شايف لحد البلاي ستيشن 3 كانت 6 سنين بالظبط، الى ان البلاي ستيشن 4 جه وكسر القاعده دي بزياده سنه واحده عشان جاب التطوير توصل للسبع سنين بالظبط. في 2013 نزل البلاي ستيشن 4 وتقدم منه بعد كده نسخ تانية زي البلاي ستيشن 4 سليم والبلاي ستيشن 4 برو لاول مره. البلاي ستيشن 4 سليم والبلاي ستيشن 4 برو مختلفين عن اول اطلاق، وده بسبب دعمهم لل 4K في الالعاب. بس ال 4K بتاعهم كان اب سكيلينج اكتر منه نيتيف، بيستخدم تكنيك في الريندرنج اسمه التشيكر بورد ريندرنج، وده كان بيرندر نص البكسلات في الفريم والنص التاني بياخدهم من الفريم اللي قبله عشان يبني الفريم الجديد. فما كانش نيتيف 4K زي البي سي في نفس الفتره الزمنيه تقريبا. نفس التكنيك بالمناسبه كان بيستخدمه الاكس بوكس 1 اكس. تعدي 7 سنين كمان وبالتحديد في 2020 ويهل علينا البلاي ستيشن 5 بدعم للاس اس دي مساحة تخزين أساسية، والقدرة إنك تضيف مساحة تخزين ثانوية من نوع SSD. الموضوع ده كانت إضافة جبارة جدا وحاجة جديدة جدا على الكونسول، وكأنهم أعادوا اكتشاف النار. في الوقت ده أنت كنت بتعتبر إن ال SSD ده حاجة عادية جدا في البي سي، لأن الإضافة دي غيرت شكل التجربة 180 درجة. من وقت إطلاق البلاي ستيشن 5 في 2020 ولحد دلوقتي نكون وصلنا للسنة السادسة اللي المفروض هيكون فيها انتشار تسريبات وتصريحات عن الجيل الجديد من اجهزه البلاي ستيشن، اللي يشار ليه حتى الان بالبلاي ستيشن 6. لكن للاسف 2026 مش هتكون سنه الجيل الجديد، او على الاقل على حسب ما هو مسرب لينا من ناحيه الاطلاق. اولا كده التسريبات بتقول ان الجيل الجديد من اجهزه سوني هيعتمد هو كمان على منصه APU من AMD. الاي بي يو بيتكون من شريحتين، الاولى هتكون البروسيسور، ودي بنسبه كبيره جدا هيكون بروسيسور معتمد على معماريه الجيل الجديد الزن 6. انما الجي بي يو النص الثاني هيكون معتمد على شريحه بمعماريه RDNA 5، وده عشان الفتره الزمنيه المتوقع ان يتم فيها اطلاق الجيل الجديد هتكون المعماريات دي جاهزه ومتجربه وتم التطوير عليها اوريدي. وفي الغالب هيكون الاعتماد على الاس اس دي بس من الجيل الخامس، والرامات هتكون من نوع GDDR7 لحد دلوقتي. والكلام ده عقلاني جدا، تقريبا نفس تركيبه المواصفات للجيل اللي فات لكنها احدث بالتالي اسرع، مع مميزات اكتر لسه مش معروفه لينا زي مثلا
وكمان دعم الاف اس ار والفريم جنريشن. لكن الوضع الحالي يعتبر هو الأسوأ في سوق الهاردوير والتقنيه، لان الشرايح اللي ناويه تعتمد عليها سوني في جهازها من الجيل الجديد زي الرام والناند فلاش بتواجه حاليا مشكله كبيره جدا في الانتاج والامداد والتوافر والتسعير بسبب ازمه الانتاج اللي كنت شرحتها لك في الحلقه اللي فاتت والاي اي. فلو قلنا ان 2026 او 2027 هي سنه الاطلاق للجيل الجديد من اجهزه سوني، فاحنا قدام قله في التوافر وغلاء في الاسعار، لان التكلفه لكل من شرايح الرام بمختلف انواعها سواء كانت الدي دي ار او الجي دي دي ار في ارتفاع مستمر، بجانب ان اصلا اسعار الناند فلاش هي كمان في تزايد. فالوقت الحالي صعب جدا 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 في حال الجهاز في الطبيعي بيقدم نفسه كحل ترفيهي اقتصادي لمتوسط السعر. عشان كده جاب الست ل7 سنين زي الاجيال اللي فاتت هو امر مستبعد تماما، والبلاي ستيشن 6 ان كان هيكون ده اسمه هيكسر القاعده دي وممكن يخش في ال8 ل9 سنين جاب ما بين الجيل القديم والجيل الجديد. وده اللي بترجحه التسريبات ان 2028 او 2029 ان كان لينا عمر ان شاء الله هتكون واحده منهم هي سنه الاطلاق للجيل الجديد على الاقل من سوني. لان على الناحيه الثانيه مايكروسوفت ناويه تنزل الجيل الجديد من الاكس بوكس في 2027 في وسط المعمعه حرفيا، لكن باستراتيجيه مختلفه ونوعا ما اكبر. خطه مايكروسوفت للجيل الجديد من اجهزه اكس بوكس مش انه يكون مجرد جهاز ترفيهي زي الاجيال اللي فاتت مقتصر بس على الستريمنج سيرفيسز والالعاب، ولكن هي ناويه تحوله لجهاز هايبريد، جهاز ترفيهي ولكن بعتاد قوي جدا يساعد في مهام اعقد زي الستريمنج والكودينج والمونتاج وممكن الاي اي. فهل ده مفك بتضربه مايكروسوفت في سوق الكونسول ولا سوق البي سي؟ وهل سوني هتفضل في طريقها ولا هي كمان ممكن تغير استراتيجيتها؟ في ظل أزمة طاحنة بيمر بيها سوق الهاردوير يهل علينا واحد من أغرب الأخبار، وهي إن انفيديا ناوية أو هي اوريدي شغالة على تطوير كارت شاشة جديد من معمارية بلاكويل. يقال على حسب التسريبات ان الكارت الجديد مش بس اقوى من ال 5090 اللي بيتحرق، وانما هيكون باستهلاك طاقة اعلى بكتير، وهو نوعا ما شيء غريب جدا لان بسبب الازمه الحاليه احنا كنا على موعد مع كروت السوبر من كروت ال 5000 واللي كانت على حسب كل التسريبات مش هتقدم لك قفزه في الاداء كبيره، وانما هتديك مساحه اكبر للفي رام عشان انفيديا تخفف من وطأة الانتقادات اللي توجهت لها خلال الفتره اللي فاتت بسبب مساحه الرام في بعض الكروت. كانت الكروت على حسب التسريبات هتتباع بنفس سعر الكروت القديمة ولكن برامات حجما أكبر. رامات أكبر يعني بنخش في نص الأزمة الحالية برجلينا اليمين. فانفيديا لمت نفسها ولغت إطلاق كروت السوبر أو أجلتها عشان الكروت الجديدة ما تكونش واخدة الأزمة من أولها لآخرها، سواء من حيث السعر المرتفع أو قلة المعروض منها. وديك شايف الكروت الحالية عاملة إزاي. لحد دلوقتي كل اللي نعرفه عن المواصفات والتأجيل أو الإلغاء أو حتى فكرة كروت السوبر نفسها كانت من التسريبات، لكن التسريب اللي معانا بيقول ان انفيديا فعلا شغاله على نسخه اوليه بروتوتايب من كارت جديد من نفس المعماريه بشريحه اعلى واكثر نقاء من الشريحه المستخدمه في الار تي اكس 5090. عشان تكون مدرك ان ال 5090 ما هوش انقى شريحه من الجيل الجديد، المفروض انقى شريحه تيجي بعدد 192 ستريمنج مالتي بروسيسور. دي زي ما تقدر تقول كده الشرايح او الاوعيه اللي بتشيل الانويه. الشريحه الواحده بتشيل 128 نواه من انويه الكودا، فيصبح الماكسيمم للشريحه في عدد الانويه 24576 نواه، وده اللي المفروض هتيجي بيه شريحه الكارت الجديد. شريحه ال 5090 اغلى كارت جي فورس موجود حاليا بتحتكم بس على 170 ستريمنج مالتي بروسيسور اللي هو يا دوبك بيديك 21760 نواة كودا. يعني في فرق بين ال 5090 والكارت المزعوم حوالي 13% زياده في عدد الانويه. الكارت الجديد ده مع انه هيجي بانويه اكتر الا انه هيجي بنفس مساحه الرام ال 32 جيجا من نوع جي دي دي ار 7 ولكن اسرع في معدلات النقل، ده طبعا على حسب التسريب، لان المفروض الشرايح اللي هتستخدمها انفيديا في الكارت المزعوم ده هتكون بسرعه 32 جيجا بت بير سكند عشان تاخد توتال باندويتس يوصل ل 2 تيرا بايت في الثانيه الواحده. ال 5090 شرايح الرامات المستخدمه فيه ابطا شويه من كده، 28 جيجا بت بير سكند بتوتال باندويتس 1.79 تيرا بايت. خلي بالك ان دي شرايح الرامات الجديده اللي كانت اعلنت عنها سامسونج من فتره واللي المفروض كان هيتم استخدامها في كروت السوبر. ضيف بقى على كل ده ان استهلاك الطاقه المتوقع من الكارت ده هيكون حوالي 800 واط، يعني بدلا من ان الكارت كان بيتحرق
هيفرقع. طبعا بدلا من منفذ واحد والفولت هاي باور او منفذ 16 بن هيكون 2، لان الواحد فيهم الماكسيموم بتاعه 600. ال 800 واط دولت ما هماش غراب علينا. لو تفتكر كارت ايسوس الماتريكس الانيفرساري اديشن بيسحب لوحده 800 واط، بياخد 400 واط عن طريق منفذ ال 16 بن اللي في الكارت نفسه، او 600 لو انت مش هتستخدم المنفذ الثاني، و400 واط كمان من الهاي باور ادابتور البورت الموجه لبورد او عائله البي تي اف من ايسوس. يعني عشان تشغل كارت زي ده ان وجد في سيستم كامل او قدرنا ان شاء الله نقتنيه، هتكون محتاج باور 1600 واط بالميت. يحتمل ان الكارت الجديد زي ما قلت لك تحت التطوير، لان الصور اللي اتسربت كانت للشريحه اللي هتكون في الكارت الجديد، واللي يقال انه هيكون باسم RTX 5090 Ti. طبعا عاوز اقول لك ان كل ده ما هو الا تسريبات، جزء منها نوعا ما مؤكد لكنه مش رسمي، لكن وارد جدا يكون مشروع انتاج كارت جديد فعلا، لكن ما وصلش لمراحل نهائيه زي ما حصل في كارت التايتن من الجيل اللي فات ادا لافليس، لان اتضح بعد كده ان فعلا كان في مشروع لكارت تايتن من المعماريه اللي فاتت، وقدر حد زي دير باور يتحصل على البروتوتايب للكارت ده، ولما جرب الكارت لقى انه اسرع بنسبه 15% من ال 4090. وبصراحه انا شايف ان الموضوع ده وارد جدا، ولكن ايه هي الفايده؟ انفيديا في جزئيه كروت الهاي اند بدون منافس تماما، ودي مش مبالغه لفظيه، ده واقع رسمي. فمفيش حاجه لكارت زي ده الا لو هيكون استعراض عضلات بدون ادنى داعي، وبالمناسبه دي عاده انفيديا مش هتشتريها، وده تقدر تشوفه في كروت التايتن اسما ووظيفه وسعرا وال 3090 تي اي. فالاقرب ان انفيديا فعلا ممكن تنزل الكارت ده بس لعيله التايتن مش لعيله التي اي، وممكن تنزله لعيله التي اي عادي جدا ويبقى كارت فشيخ سعرا واداء كعاده كروت التايتن. هل في داعي اصلا لكارت زي كده؟ هقول لك وفي ناس فعلا مستنياه، الناس الغير مقتنعه بفرق الاداء اللي بيقدمه ال 5090 مقارنه بال 4090. هو في حد مجنون ممكن يشتكي من ال 5090؟ خليني اقول لك الناس اللي اتحرق منها الكارت، وان في ناس مش مقتنعه بال 5090 لحد دلوقتي ومستنيه كارت زي ده. في الغالب سعره ممكن يكسر حاجز ال 5000 ل 6000 دولار، وده عادي جدا طبعا بسبب الازمه رقم 1، ورقم 2 تسعير الكارت المبالغ فيه ان وجد. ال 800 واط اللي سمعتهم في كارت محتمل من انفيديا جديد ممكن يكونوا رقم عادي جدا بعد كده، خصوصا ان في بروسيسور من انتل ممكن يكون بيسحب رقم قريب منه، لان على حسب التسريبات انتل ناويه في الجيل الجديد تخلي شريحتها توصل لرقم زي ده من استهلاك الطاقه تحت اعلى ضغط ممكن. لكن قبل ما نتطرق للجيل اللي جاي من انتل، خليني الف وارجع تاني باحتماليه وجود جيل محدث من انتل للجيل الحالي. الجيل ده او الباتش ده كان اتسرب له قبل كده اداء محتمل، ولكن بعد كده طلعت تسريبات وتقارير بتقول ان انتل ناويه انها تلغيه. لكن من تاني ظهر تسريب جديد بيقول ان البروسيسورز دي هتشوف النور في 23 مارس اللي جاي. التسريبات المره دي محدده اكتر ومليانه بالتفاصيل، زي ان اوريدي في تحديثات للبايوس لبرد الجيل الحالي عشان تقبل الريفريش الجديد، وان مفيش برد جديده او شريحه جديده حتى الان، وان الريفريش هيكون مقتصر على 3 بروسيسور فقط لا غير، وهيكونوا اعلى بروسيسور من كل فئه سعريه، زي الالترا 9 290 كي بلس بسعر غير معروف حتى الان، في حين ان التسريب بيقول ان الالترا 7 270 كي بلس بسعر 357.12 سنت، اما الالترا 5 250 كي هيكون بسعر 245 دولار فاصلة 92 سنت، وهيكون في من الالترا 5 250 كي نسخه اف بدون بيلت ان جي بي يو سعرها هيكون 227.38 سنت. الاسعار نوعا ما قريبه من اسعار المتاح حاليا، ممكن اغلى شويه. الغريب المره دي ان التسريبات بترجح ان البروسيسورز الجديده هتكون بعدد انويه اكتر، وبالتحديد الاثنين دول الالترا 7 270 كي بلس والالترا 5 250 كي او 250 كي اف. يعني مثلا الالترا 7 هيكون بنفس عدد الانويه اللي موجود في الالترا 9 285 كي ال 24 نواه، والالترا 5 250 كي هيكون بعدد 18 نواه مش 14 نواه. طبعا الزياده الاكبر هتكون في انويه الكفاءه مش انويه الاداء، وهنا بقى تبان المشكله. ال 290 كي التسريبات كلها بترجح انه هيكون بنفس عدد الانويه اللي موجود حاليا في ال 285 كي، وهنا انتل هترتكب خطا كبير جدا في حياه البروسيسور الجديد، انها هتنزل بروسيسور اكيد هيكون ارخص سعرا بنفس عدد الانويه اللي هو الالترا 7 270 كي بلس. تقدر تقول ان صح كل الكلام ده فاكيد ال 270 كي هيكون هو الحصان الاسود الجديد، انما بقى حكايه ال 700 واط دي فدي هتكون
هتكون ليها علاقه بالجيل الجديد تماما، النوفا ليك اس، اللي على حسب التسريبات هيكون بسوكت جديد وشريحه جديده وانويه جديده وكتيره. يوصل بعض الموديلات فيها على حسب التسريبات ل 52 نواه، وفي الغالب ده مش هيكون بروسيسور كونسيومر عادي، وانما التسريبات بترجح ان ده هيكون عوده لانتل لسوق الهاي اند ديسكتوب. لو تفتكر معايا انتل كان عندها سلسله كده اسمها الاكس سيريز. الاكس سيريز دي لفتره كبيره جدا من الزمن ما كانش ليها منافس، لحد ما جت اي ام دي ببروسيسورز الثريد ريبر، ومن هنا اختفت انتل من المعادله دي تماما، او من المستوى ده من الاداء، واصبحت اي ام دي مسيطره على سوق زي ما تقدر تقول كده سوق الورك ستيشن. لو افترضنا صحه الكلام ده سواء من ناحيه الانويه وبالاخص رقم ال 700 واط، فده يعتبر كتير جدا، مش عشان الباورات او البورد. حاليا في باورات بتعدي ال 2000 واط بالمستريح، وبورد اكشلي في السوق تقدر تهندل لحد 1760 امبير. عشان تكون فاهم الموضوع ده ماشي ازاي، لو انت معاك بورده بتشتغل على فولت 1.3، فانت بتتكلم ان الدايره اللي موجوده فيها تقدر تهندل بروسيسور بيوصل لحد 2288 واط نظريا. وانما المشكله في التبريد، هنجيب منين كولر يهندل الكلام ده ان صح؟ خصوصا ان بروسيسور زي الثريد ريبر 9980 اكس ب 64 نواه اخره يوم ما يضربوا الدم 370 واط. وسيبك من ده كله وركز معايا على الاستابيليتي. انتل كان عندها مشكله كبيره جدا مع بروسيسورز الجيل ال 14 وال 13 بسبب استهلاك الطاقه المرتفع اللي بيخلي البروسيسورز تصدي وغير مستقره، عمليه الاكسيديشن. فانا استبعد رقم ال 700 واط ده شويه، لانه لو وجد فدي مش هتكون الا نقطه تهد فكره المعالج نفسه من البدايه، لان نظيره بانويه اكتر واستهلاك طاقه اقل. في الاخير انا اتمنى ان يكون في منافس لاي ام دي في السوق، لان بقالها فتره كبيره جدا بتلعب لوحدها تماما في النقطه دي، لكن انتل محتاجه ترجع بعقلانيه اكتر من كده. 700 واط ده رقم كبير جدا. في النهايه مسير الايام تبين مين الكذاب ومين الحنين. اللي هيعمل لايك للحلقه يقول رايه تحت في التعليقات، ويشترك في القناه عشان ان شاء الله اشوفه في الحلقه اللي جايه.